الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا، إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته. هذا استنادا لحديث جابر المتقدم في الدرس الماضي مرفوعا، والراجح وقفه: صل على الأرض فإن لم تستطع فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فلهذا من كان قادرا على أن يصيب بجبهته الأرض فهذا هو الواجب عليه، أنه يسجد ويضع جبهته على الأرض. فإذا كان لا يستطيع ذلك فإنه يسجد في الهواء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يسجد في الهواء بالإيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي على الراحلة كان يومئ برأسه إيماء، ولأجل هذا الأثر ولا يشرع له أن يضع كرسيا يسجد عليه، أو أن يضع فراشا أو وسادة يسجد عليها. هذا من التكلف، وقد نهينا عن التكلف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. هذا من التكلف ومن التنطع. فمن كان يقدر على الجلوس ولا يقدر على السجود فلا يحتاج أن يرفع وسادة ويسجد عليها، أو أن يتخذ كرسيا ويسجد عليه، وإنما يسجد في الهواء ويجعل بالإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يحتاج أن يضع يديه على الأرض، بل يضع يديه على ركبتيه. قال رحمه الله: الصلاة في السفينة والطائرة. قال: وتجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة، وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط. يعني الصلاة في السفينة وفي الطائرة وفي الحافلة صلاة الفرض عند الحاجة والضرورة هذا جائز، والواجب عليه أن يحصل الأركان وأن يراعي الشروط المشترطة لصلاة الفريضة، من ذلكم القيام. فمن صلى في طائرة أو في حافلة أو في سفينة وهو قادر على القيام فهذا واجب عليه، لعموم قوله سبحانه: وقوموا لله قانتين، ولعموم حديث عمران بن حسين: صل قائما. فإن خشي على نفسه إن قام وهو في السفينة أو الطائرة أو الحافلة، خشي على نفسه السقوط، أو إذا كان في السفينة الغرق، أو يحصل له ما يسمى بالدوخة أو الاضطراب، فله أن يصلي جالسا. والدليل على ذلك عموم قوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وعموم قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هو لا يستطيع على القيام ليس لأجل مرض، ولكن لوجود مانع من هذه الموانع، خشية الغرق أو السقوط أو حصول الدوخة الشديدة التي تؤدي إلى عدم تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة، فله أن يصلي جالسا لهذه الأحاديث لهذه الأدلة. وهذه الأدلة تغني عن حديث جعفر بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة قال: صلي قائما إلا أن تخشى الغرق. رواه البزار والدارقطني وغيرهما، لكن سنده واهن، فهو من طريق عمرو بن عبد الغفار الفقيمي وهو متروك. قال: ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه. سند في ذلك إلى ما روي عن نوابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن
اتخذ عمودا في مصلاه وكان يتكئ عليه، وهذا الحديث لا يصح. فلأجل هذا فالميزان في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لا داعي للتكلف، إن استطاع على القيام فهذا هو المطلوب، إن لم يستطع على القيام فيصلي جالسا، ولا يحتاج أن يستند إلى عصا أو إلى شيء. ليس معناه أن الاستناد يؤدي إلى بطلان الصلاة، لا، لكن هذا ليس واجبا عليه. والدليل على هذا حديث عمران بن حصين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشده إلى اتخاذ عصا أو الاستعانة بمتكأ، وإنما قال: صلي قائما، على الأصل أنه يصلي غير مستند إلى شيء. فإن لم يستطع قال: صلي قاعدا. وأيضا لحديث نهينا عن التكلف وحديث هلك المتنطعون، ولأنه على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حبلا معلقا كما في حديث أنس قال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإن فتر فليرقد، فإن فتر فليرقد. متفق عليه. فلا يحتاج المصلي أن يتكلف، بل يصلي على الهيئة التي يقدر عليها، عملا بحديث عمران بن حصين. ولو أنه صلى متكئا على عصا فصلاته صحيحة، لوجود أصل لذلك، وهو ما ثبت في الموطأ من حديث السائب بن يزيد أنهم كانوا يعتمدون على العصي في صلاة القيام حينما كان يطول الإمام في زمن عمر بن الخطاب. فهذا يدل على أن وجود الاتكاء على العصا له أصل، لكن لا يقال هذا واجب ولا يقال هذا مشروع، بل يصلي قائما، إن لم يستطع صلى قاعدا. قال رحمه الله: قال: الجمع بين القيام والقعود. قال: ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما أو قاعدا بدون عذر، وأن يجمع بينهما. نعم، بالنسبة لصلاة النافلة كما تقدم لا يجب فيها القيام، له أن يصلي قائما وله أن يصلي قاعدا، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا صلى قائما ركع وهو قائم، إذا صلى قاعدا ركع وهو قاعد. قال: وأن يجمع بينهما فيصلي ويركع ويقرأ جالسا، وقبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما، ثم يركع ويسجد، ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية. هذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما فإذا بقيت 30 أو 40 آية، يعني كان يصلي جالسا فإذا بقيت 30 أو 40 آية قام فأكملها، ثم ركع وهو قائم، وهكذا يكمل صلاته في الركعة الثانية. قال: إذا صلى قاعدا جلس متربعا. هذا روي في حديث عائشة، وتقدم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى جالسا أنه يتربع، هذا لم يصح. قال: أو أي جلسة أخرى يستريح بها، وهذا تقدم ذكره. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.